بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سهلة وسريعة واختراع. ما عندكيش كبة، ما عندكيش مفرمة، تعالي نعمل بقى إيه في الخلاط بأسهل طريقة. بس قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. تعملي إيه يا لولو؟ هعمل طعمية أو أعمل فلافل زي ما انتوا بتقولوا عليها. الطعمية المصرية أو الفلافل المصرية من أحلى الحاجات اللي ممكن تعمليها وتفرزي منها كمان. ولو ما عندكيش كبه وما عندكيش خلاط اعمليها بالطريقه دي. ما عندكيش كبه، ما عندكيش خلاط، ما عندكيش مفرمه، هتعملي برضو طعميه. جبت نص كيلو فول مدشوش كده، نقعته 24 ساعه عشان يبقى طري معاكي ويتفرم بسرعه. وحزمه بقدونس وبصلايه وحته تومه كده ايه من اللي انا مفرزاها. لو انت عندك توم فريش حطي فصين 3. وحته فلفله كده حاميه عشان تخلي الايه الفلافل بتاعتك مشطشطه وجميله. ما تكتريش الخضره، هي دي اول تكه عشان تطلع معاكي الفلافل بيضه وفاتحه كده لما تقليها وما تغمقش معاكي. عايزه تحطي حزمه بقدونس صغيره خالص على نص كيلو فول، او عودين كراك لو ما عندكيش بقدونس. بس الفلافل اللي بيتحط لها شبت ولا كزبره، مع احترامي للناس اللي بتعملها بالشبت والكزبره. الطريقه دي حلوه جدا وهتطلع معاكي الفلافلايه لونها حلو وفاتحه. والطريقه دي كمان هتخليها هشه معاكي وجميله زي اللي بتشتريها من بره بالظبط، كانك مش عاملاها في البيت. طب هتضربيها في الخلاط ازاي يا لولو؟ بصي بقى، هتحطي حبه كده وتحطي كوبايه ميه وتضربي. اول ما بيتفرموا معاكي بتزودي حبه بحبه كده. ايه، بص اهو اتفرموا معايا، زود حبه بحبه واضرب حبه بحبه عشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. ولما تلاقيه تقيل معاكي قوي حطي له برده حبه ميه وما تقلقيش. طب الميه دي يا لولو مش هتخليها طريه قوي، مش هنعرف نقليها؟ لا، دلوقتي اقول لك على تكه حلوه جدا هتخليكي تتخلصي من الميه دي. اهي بصي، بطريقه سهله جدا خليتها ناعمه واتفرمت في منت يعني. ولا تقعدي بقى تفرمي وايدك توجعك وتفرمي مرتين ثلاثه في الكبه او مرتين ثلاثه في المفرمه. لا، في الخلاط سهله جدا. على فكره دي مش فكرتي، دي فكره انا واخداها برضو من ناس كانوا عاملينها، بس بصراحه بدعي لهم ان فكره عبقريه والله يعني. فرمت الفلافل في منت. انا كنت الاول بكسل اعملها الصراحه عشان الفرم، بس دلوقتي بقت سهله، انا ممكن اعملها كتير يعني وافرز منها كمان. بصوا، فرمت كل الكميه طالعه فاتحه وهشه ولونها حلو جدا وهشه خالص زي اللي بنشتريها من اي مطعم من بره. طبعا انتوا عارفين ان الفلافل بالذات في البيت احلى بكتير من بره، وبتبقى انضف ومضمونه وصحيه، وهتقليها بزيت انت ضمناه صحيه جدا عن بره وموفره جدا. يعني انت هتعمليها تقلي منها وتفرزي منها كمان. بصوا بقى اتخلصت من الميه ازاي، حطيتها في مصفى كده وبنزل بقى كل الميه الزياده اللي احنا حطيناها ضربنا بيها الفلافل. هتنزل كلها في المصفى وهتبقى ولا كأنك ضربتيها بميه ولا بأي حاجه. بصوا تحفه، نزلت كلها اهي. طريقه سهله جدا، لو انتي مكسله تعمليها قومي اعمليها دلوقتي لاولادك، هتوفر عليكي كتير وقت ومجهود وفلوس وكل حاجه. الفلافل دي حلوة جدا في البيت لما تعمليها وتكيسيها في الفريزر. تنفع بقى لفطار، لعشاء، لغدا شعبي في يوم كده عايزة تقضي وتمشي الدنيا. هتنفع معاكي جدا وهتوفر معاكي، لان انتوا عارفين قرص الفلافل بقى بيتباع بره صغير كده قد يعني مش عايزه اقول لكم، ما يعني صغير خالص، بجنيه ونص وباتنين جنيه حاجه يعني. الله المستعان، ربنا يعيننا ويرحمنا. عشان تفطري فلافل انتي وولادك عايزالك 20 جنيه، 10 جنيه او 20 جنيه اقل حاجه. لو انت بقى جبتلك نص فول ب16 جنيه وحطيتي له بصلايه من البيت وقرن فلفل وفصين توم وعودين خضره يعني بجنيه كمان، مش هيكلفك الموضوع كله 20 جنيه. وهتعملي حبه طعميه محترمين يقعدوا عندك وقت يعني صراحه. تاكلي ايه براحتك. هتحط بعد ما صفيتها من الميه حط لها توابل ايه بقى؟ بحط لها كمون وكزبره وملح. انا بحب كمون وكزبره مطحونين، مش في ناس بتحطهم صحيح، بس انا بحبهم مطحونين بيبقى احلى. ما بحبش الحاجه اللي بتيجي تحت اسناني بصراحه. هي دي توابل الطعميه او الفلافل، كمون وكزبره وملح بس اهو. ولو انتي مش حاطه بقى حته الشطه اللي حطيناها في الاول الفلفل دي، ممكن تحطي على فكره رشه شطه حمراء، بتخلي برضو الفلافل معاكي حلوه جدا. اهي بصي، وتفضلي تقلبي فيها كده وتدخلي هوا فيها، بتبقى حلوه معاكي جدا. طبعا اللي بره ما بيعملوهاش كلها بالفول، بيحطوا عليها عيش وبيقلوها بزيت، الله اعلم بدنيته فيها ايه. فانت لما تعمليها لاولادك هتبقى صحيه اكتر وهتبقى مفيده ليهم وهتبقى نظيفه وانت ضمناها.
بصوا بقى، انا كيست الكميه اهي في اكياس كده، وبفردها وببططها كده عشان تفك معايا بسرعه. اطلع الكيس مفيش ربع ساعه ولا 10 دقايق بيفك، اقليه على طول. غير لو ما فردتيهاش كده بتغيب قوي مع بال ما تفك. وهاخد شويه كده بس عشان اعمل تيست منها واقليها قدامكم كده واوريكم جمالها وحلاوتها. بكسر عليه بيضايه وبحط عليه سنه كربونات وسنه بس كده عشان تخليها معاكي هشه وحلوه. عشان في ناس كتير بتقعد تقول ان الفلافل معايا بتبقى مكتومه، لا، حطي سنه كربونات او بيكنج باودر، مش هتبقى مكتومه معاكي ولا حاجه. والبيض على فكره بيدي الفلافل طعم حلو جدا، وبيخليها برضو هشه وفي القليه خفيفه كده. لو مش عايزه تحطي البضايه دي اختياري يعني، بس احنا بنزود القيمه الغذائيه والطعم بالبضايه دي. انت بتعملي حاجه لولادك، مش حاجه هتبيعيها ولا حاجه على فكرة. وستات البيوت اللي بتعمل مشاريع في البيت يعني، وبتعمل اكلات، ممكن تعمل على فكرة العجينة دي وتبيعها جاهزة. وتبيعها كده متكيسة، هتبقى سهلة جدا عليها، وتفرم اي كمية زي ما قلت لكم في ثواني. اهو بقى الزيت يسخن بس، وحطيت لها شويه سمسم بقى كده عشان تبقى حلوه. سمسم ابيض كده بيبقى خلي الفلافل معايا مقرمشه ولونها حلو قوي. ممكن تحشيها على فكرة، لو عايزة تحشيها لولادك جبنة، تحشيها لهم بسطرمة، تعمليها سادة كده. انت بقى تقدري تنوعي وتظبطي وتطلعي منها ايه كذا صنف يعني. تحشيها جبنة موتزاريلا كده وتبقى بتمط، بتبقى حلوة قوي الصراحة. تعمليها سادة زي ما انا عاملاها بالبيض كده، تبقى حلوة جدا. تقومي من النوم تقليها لهم الصبح للفطار، تعمليها لهم للعشاء، زي ما قلت لك تعمليها أكلة شعبية في يوم. بتبقى يعني عندك افكار بقى، كل حاجة في البيت بتنفع وبتديكي افكار بصراحة. انا هقلي بس كام واحده صغيرين كده عشان ايه اعمل لكم بس تيست، لان انا مش محتاجه دلوقتي فلافل مقليه يعني، مش وقت فطار ولا حاجه. بس انا ايه قلت اعمل لكم تيست اوريكم بس جمالها وحلاوتها، واوريكم هي هشه ازاي وطعمها حلو ازاي. اول ما بتمسك نفسها كده بتقلبيها، بصوا البيض بقى والكربونات خلاها هشه وخفيفه في الزيت جدا. والناس اللي بتخاف تعمل الفلافل في البيت عشان بتشرب زيت، لا ابدا، ما بتشربش زيت ولا حاجه، كانك بتقلي بطاطس مثلا او اي حاجه بتقليها في البيت عادي. بصوا خدت لون ذهبي جميل ازاي، تحفه والله العظيم. لو عملتيها في البيت طعم وريحه ولون الكاميرا ظلماها، تحفه. بصوا وبتتحمر في ثواني، ما بتاخدش وقت. وطحناها برضو في ثواني في الخلاط، فكره عبقريه بصراحه فكره الخلاط دي. اتمنى ان انتي تجربي الفكره دي، والله هتدعي لي، حلوه جدا الفكره دي. لو انتي ما تعرفيهاش جربيها هتعجبك قوي. بصوا شكليها بقى بالشكل اللي يعجبك. انا بحب ابططها شويه كده عشان بحبها تبقى خفيفه، ما يبقاش ليها قلب تخين كده، بتبقى حلوه قوي. بصوا مقرمشه من بره وطريه من جوه، وطعمها وريحتها تحفه. جربيها والله العظيم ما هتندمي. ولو عجبتك بقى شجعي لولو بالله عليكي، وحط لها لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديده. سلام عليكم.